نعود اليوم بعد غياب دام شهر لمواصلة ما عاهدناكم عليه أبطال مؤسستنا العسكرية الشرفاء. نعود التزاما منا بقسمنا الذي أديناه ونؤديه كل يوم في مؤسستنا العسكرية، وذلك بعد أن تأكدنا من أن المال والسلطة قد قتل ضمائر القيادة الحالية لمؤسستنا، وليس هناك أي أمل في استيقاظ هذه الضمائر. نحن أبناء المؤسسة العسكرية أقسمنا على القرآن على حماية الوطن والدفاع عن حوزته، وأقسمنا على فضح كل من تسول له نفسه المساس بسمعة الجيش أو ضربه وإقحامه في مسائل لا تعنيه. إن ما يحدث هذه الأيام يصيبنا بالإحباط ويجعلنا أذلاء، وهو ضرب لكرامة مؤسستنا وعراقتها، حيث أن بعض الأطراف تسعى للضغط على التقارير الاستخباراتية التي بحوزة وكالة الاستخبارات العسكرية بخصوص ملف الإرهابيين التونسيين في سوريا والعراق، وهو تطور خطير يجعلنا متأكدين اليوم أننا نتعرض للخيانة من القيادة الحالية بشكل واضح لا يقبل الشك. إن جيشنا الذي أصبح اليوم للأسف في قلب العملية السياسية من خلال ضباط أصبحوا وزراء داخل الحكومة، أصبحت قيادته تمثل تهديدا لبنية الجيش ولعقيدته ولصورته أمام العالم، وأصبحت تهدد بشكل واضح الاتفاقيات التي عقدتها تونس مع شركائها في العالم. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نرى أن تسييس المؤسسة وإقحامها في السياسة لم يجلب لها سوى الذل والهوان، وجعل جيشنا يظهر أمام شعبنا وأمام العالم مجرد صانع لدى جيوش العالم ولدى الميليشيات المنتشرة في الشرق الأوسط. إن التقارير الاستخباراتية الموجودة لدى الوكالة العامة للاستخبارات تتقاطع مع تقارير المخابرات الأمريكية ومخابرات عدد من دول العالم بخصوص ملف الإرهابيين الموجودين في سوريا، لكننا نستغرب صمت بعض الجهات في الجيش عن الخروقات في هذا الملف الخطير، حيث أن التقارير الاستخباراتية الغربية تقول أن الإرهابيين من جنسيات أخرى يتم التحقيق معهم من قبل مخابرات بلدانهم، عكس ما يجري مع الإرهابيين التونسيين الذين يتم التحقيق معهم من قبل جيش النظام السوري وميليشيات إيرانية ولبنانية. ولذلك فإننا نستغرب كيف يرضى جيشنا وقيادته أن يحقق جيش أجنبي وميليشيات أجنبية مع تونسيين، وهي سابقة لم تحدث في العالم ولم يسبق أن قبلها أي جيش آخر سوانا. إن الإرهابيين التونسيين الموجودين في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا هم تونسيون، ولا نقبل أن يحقق معهم أحد سوانا، وخاصة إن كانت الجهة التي تحقق معهم محل تتبعات وعقوبات دولية ومصنفة دوليا على قوائم الإرهاب. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نعتبر أن ما يجري أمر خطير قد يكلفنا غاليا، باعتبار أن فيه خرق للمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع. كما نستغرب انخراط قيادة الجيش مع الرئيس قيس سعيد في العمل ضد مصالح تونس ومصالح المؤسسة العسكرية، والعمل مع جهة لها أجندة معادية لتونس وحلفائها، على اعتبار أن تونس عضو أساسي من خارج الحلف الأطلسي الناتو. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نحذر من أن تجاهل التقارير الاستخباراتية والتمادي في التنسيق مع الجهات والميليشيات المصنفة إرهابية سيدمر علاقات تونس وسينهي عضويتها كشريك في حلف الناتو، وهو ما يعني توقف الدعم والتعاون العسكري المتين مع الولايات المتحدة خصوصا في تطوير الأسلحة واقتنائها. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نعتبر أن قبول القيادة العسكرية بإرسال وفد قضائي أمني ترأسه القاضية الفاسدة حنان كداس إلى سوريا لاستجلاب معلومات حول ملفات التسفير والإرهاب تحت إشراف ميليشيات مصنفة دوليا على قوائم الإرهاب أمرا خطيرا. كما أننا نستغرب كيف يسمح الجيش للسلطة التنفيذية القائمة في البلاد بقبول تحقيقات قام بها جيش أجنبي مدرج على قوائم الإرهاب. إنما يقوم به الرئيس قيس سعيد يعتبر عملية تحويل وجهة تحالفات الجيش التونسي نحو المحور الإيراني. لذلك فإننا نحذر من أن هذا التوجه سوف يعرض تونس ومصالحها للخطر، وخاصة المؤسسة العسكرية. إن التمادي في هذا التوجه سيتسبب في تدهور وضعية مؤسستنا العسكرية، وقد يجعلها محل عقوبات أمريكية قد تبدأ بوقف المعونات العسكرية واتفاقيات التدريب المشترك، وهو ما قد يوقف مسار تطوير قدراتنا العسكرية، وهو ما بدأ بالفعل بعد أن قلصت الولايات المتحدة مستوى التعاون معنا وخفضت الدعم إلى النصف بعد الأحداث السياسية التي جرت يوم 25 جويلية 2021. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نستغرب أيضا كيف لم تفتح القيادة العسكرية التقارير والمعطيات التي تملكها حول رئيسة الوفد القاضية حنان كداس، خاصة التقارير التي توردها في قضايا ابتزاز والتي فيها شهادة اعتراف من عنصر أمني كان يعمل معها وهو المدعو مهدي شنجح، كما أنها متورطة في طمس بعض الأدلة في ملفات التسفير وملف عملية النهضة الإرهابية المفبركة في خط مكافحة الإرهاب. كيف تقبل قيادتنا العسكرية أن ترسل قاضية فاسدة إلى سوريا رغم الكم الهائل من التقارير التي بحوزة استخباراتنا عنها؟ إن المؤسسة العسكرية لم تصل إلى هذه المهانة من قبل، وهي التي كانت تتعامل دائما الند للند مع باقي الدول والأجهزة والجيوش. إننا نتأسف شديد الأسف لما أصبح عليه جيشنا، وكيف تحول إلى صانع عند الجيش السوري المتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما سيتسبب في ذلك من خسائر لتونس ولمؤسستنا العسكرية.
نحن أبناء المؤسسة العسكرية لن نخون رغم خيانة قيادة المؤسسة، وإن غدا لناظره قريب. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر، وعاش الجيش صورا للوطن.